الفنانة أمينة شريف أخت أشهر ضابط مخابرات وعمة أشهر ممثلة إغراء اعتدى عليها أنور وجدي، وحفيدتها اعتنقت اليهودية وعاشت في إسرائيل، وتنازلت عن الجنسية المصرية وأخذت الجنسية الإسرائيلية، ومصر أسقطت عنها الجنسية بموجب قرار من المحكمة العليا. اسمها أمينة حافظ نسيم، وظهرت بالاسم الفني أمينة شريف أو أمينة فهمي. هي من مواليد 26 يوليو 1912 والوفاة 13 سبتمبر 1981 عن عمر 69 سنة. بتحكي عن نفسها وبتقول إن ما كانش ليها رغبة خالص في الفن. أمينة شريف كانت من أسرة راقية، كانت من هوانم المجتمع، سيدة أنيقة وشيك، حتى يقال إن أسمهان كانت هي اللي بتلبسها، تشرف على لبسها وأناقتها وشياكتها، يعني بمعنى دلوقتي إنها كانت ستايليست، سيدة من مجتمع راقي، كانت من صفوة المجتمع، وكان لأسرتها علاقات مع الأسرة المالكة إلى أرستقراطية. وفي إحدى الحفلات شافها يوسف بيك وهبي اللي عرض عليها الشغل في فرقته، فرقة يوسف وهبي، وبالفعل اشتغلت أمينة شريف مع فرقة يوسف وهبي في الأعمال المسرحية، وكان لها تواجد كبير داخل مسرحيات يوسف وهبي، وظهرت في حفل افتتاح استوديو مصر مع سليمان نجيب سنة 1935 وحسين رياض وسراج منير وزكي رستم وأنور وجدي وليلى فوزي وبدر لامة وعلي الكسار. كانت وقتها نجمة كبيرة. في الوقت ده شافتها حورية خالد. حورية خالد كانت نجمة من نجوم الفن وقتها، وشافها كمان أحمد بدرخان في مسرح يوسف وهبي اللي أخدها في فيلم مسرح الحياة اللي اتعرض في 9 ابريل 1942. كان في حسين رياض وروحية خالد وزينب صدقي وفردوس محمد وأنور وجدي وسعاد زكي. عملت الفيلم أمينة شريف ونجح نجاح كبير، وبدأت أدوارها تكبر واسمها يظهر، وأخدها المخرج أحمد بدرخان في فيلم اسمه سعدية في نفس السنة. وعملت فيلم الستات في خطر مع فؤاد الجزائري وتحية كاريوكا، وفيلم أحب الغلط، وفيلم وادي النجوم، وفيلم أبو زيد الهلالي، من فات قديم وتاه، وحب السما، وغرام وانتقام، مع أنور وجدي وأسمهان ومحمود المليجي ويوسف وهبي. قامت فيه بدور منيرة حمدي أخت الفنان يوسف وهبي، هو جمال حمدي اللي اعتدى عليها أنور وجدي وحملت منه. أنور وجدي كان طالع بدور وحيد عزة، وظهرت في الفيلم ده، ثم عملت في فيلم طاقية الاختفاء القديم وتحيا الستات وابنتي وسفير جهنم مع يوسف وهبي. قدمت أمينة شريف 26 فيلم، كان آخرهم عمالقة البحار سنة 1960، واختفت تماما عن الساحة الفنية، واختفت من سنة 1947 ل 1955. ما عملتش أي أفلام. من 55 ل 60 كان آخر أفلامها عمالقة البحار. الفنانة الجميلة أمينة شريف عمة الفنانة يسرى أخت أبوها شقيقته، يقال إن هي اتجوزت سنة 1947 واختفت تماما عن الساحة الفنية. أمينة شريف كانت تتمتع بجمال ورشاقة وأناقة وعيلة استقراطية. وقالت الفنانة يسرى وصرحت إن عمها محمد نسيم، واللي اتعمل دوره كظابط مخابرات في مسلسل رأفت الهجان تحت اسم نديم قلب الأسد، هو أخو الفنانة أمينة شريف. ظابط المخابرات محمد نسيم له حفيدة اسمها ياسمين هشام الدين محمد نسيم، ودي عايشة في إسرائيل لأن والدتها إسرائيلية يهودية الديانة. اتولدت ياسمين 22 أكتوبر 1997 وحصلت على الجنسية الإسرائيلية، وده لما تمت 21 سنة، وتم إسقاط عنها الجنسية المصرية. أبو ياسمين هو هشام نسيم مهندس ميكانيكي، كان بيحب المغامرات، ودخل موسوعة جينيس عبور الصحراء في مسابقة الرمال في 2009. هشام نسيم كان عنده قرية سياحية كبيرة في دهب في جنوب سيناء. تعرف على والدة ياسمين وتم الجواز، ونتج عن الجواز ياسمين هشام الدين محمد نسيم.